أيها الإخوة الأحبة في الله، مواقف لا أنساها أبدا. الموقف الأول لأخ لي في الله أصدقه والله إلى أبعد مما ذكر بكثير كثير كثير. كنت مرة مع أخ في الله فجعلنا نتذاكر الأيتام وحال الأيتام وضرورة مراعاة حال الأيتام، فإذا به يقول: أنا أقص قصة اليوم ما ذكرتها في حياتي قط، ولكنني لا أدري لماذا أراني مجتالا، لماذا أراني منساقا إلى أن أذكرها. فتشغفت كثيرا وتشوقت إلى ذكر كلامه فشجعته وعززته عسى أن يقول كلامه. فقال فيما قال: كانت آخر يوم من أيام رمضان، فأفطرنا وكنا ننتظر إما أن يكون هلال العيد أو أن لا يكون هلال العيد. قال: فأعلن عن هلال العيد ذلك اليوم وكان وقت صلاة العشاء، فإذا امرأة تتصل بي، يقول عن نفسه، فإذا امرأة تتصل بي وتقول: يا شيخ، وتقول: يا فلان، إنني أنا أم لخمسة أطفال أيتام، أنا أقسم بالله والليلة ليلة عيد ما في بيتنا طعام لهذه الليلة، أنا أقسم بالله والليلة ليلة عيد، أنا أقسم بالله ما في بيتنا أي شيء. يقول: فتنغصت علي الحياة، يقول: وتنكدت من حولي ولم أحر جوابا ولم أدري ما أفعل. قال: وكانت كثير من الشواغل من حولي ذلك اليوم، ولكني آليت على نفسي أن أترك كل شيء وأن أمضي إلى تلك المرأة. قال: أخذت عنوانها فأخذت امرأتي ثم مضينا إلى ذلك البيت. قال: دخلت بيت تلك المرأة فجعلت أسألها وجعلت تجيبني، فإذا بيتهم لا شيء فيه أبدا، لم تعد ملابس لأبنائها، لا لحم في ثلاجتها، لا طعام ولا خضار ولا فواكه. قال: فتكسر قلبي وأقسمت بالله العلي العظيم، قلت: أقسم بالله، يقول لي: يا شيخ والله قلت لها: أقسم بالله لن أعود إلى بيتي وإلى أبنائي حتى أطمئن أنا أبنائك عندهم ما عند أبنائي بالضبط. يقول: خرجت من عندها وتركت زوجتي عندها. قال: خرجت من عندها فذهبت أول ما ذهبت إلى اللحام فقلت: حال بيت كذا وكذا وكذا. فقال: يا شيخ هاك 1000 شيكل فأعد لهم ما تشاء من لحم. قال: فجعلت أعد، فقال: أضف فوقها 500. قال: فحملت ذلك، ثم أتيت صاحب الخضروات فاشتريت الخضروات والفواكه، ثم أتيت صاحب المحل الملابس فاشتريت ملابسا وتبرع من عنده. قال: ثم أتيت البيت، فلما أنا أتيت البيت قالت: ما كل هذا كله سيتلف، كله سيخرب، فثلاجتنا آخر عهدي بها عندما كانت تعمل قبل سنوات طويلة. فقلت لها: أنا أقسمت بالله أن يفرح أبناؤك الليلة كما يفرح أبناء الليلة. قال: فخرجت من بيتها فاتصلت بصاحب محلية كهربائية أعرفه، رجل فاضل وأعرف هذا الرجل. قال: اتصلت به فقلت: الحال كيت وكيت. فقال لي: لأن اتصلت بي ليس في ليلة عيد، والله لو اتصلت بي في وقت صلاة العيد لأتركن صلاة العيد وأفتحن لك ذلك المحل. قال: فأتيت معه فأخرج ثلاجة من بيته، ثم اتصل بصاحب السيارة فنقل لها السيارة. فقلت: الآن تدخلين اللحم والخضار والفواكه إلى الثلاجة وأعدي لنا كوبا من الشاي. قال: فبكت وقالت: أنا أعتذر كل الاعتذار، يمكنني أن آتيكم من عند جيراننا، ولكن آخر عهدي بالغاز وأنبوبة الغاز كان قبل أكثر من أشهر، عندما كنت أستدين مرة بعد أخرى فلا مكان للغاز عندي. قال: فدمعت عيني، قلت: والله لنشربن الشاي الليلة ولا أعود لبيتي حتى أشرب الشاي. ففعل مع صاحب الغاز ما فعل مع صاحب الثلاجة، فجاء وربطها لها تلك الليلة. يقول: فقلت: الآن أعد الشاي. فجاء الأطفال إلي يرقصون ويقفزون علي ويقبلون كأنما هو أباهم من الفرح فيه. قال: فشربت كاس الشاي وأنا على يقين أنني شربتها مع دمعة من الفرح. يقول: فما أن عدت إلى بيتي وإذا الساعة 2 وإذا أبناؤنا قد ناموا. فقلت: يا رب إن كنت قد قصرت فيهم فلأجل آخرين. يقول لي: فوالله ما نمت إلا قبل صلاة الفجر بقريب من ساعة فقط. قال: فبينما أنا نائم، يقول: فبينما أنا في منامي وإذا أنا أسير في طريق ما لا عين رأت أبدا ولا خطر على قلب بشر، يتكلم وأنا أقسم بالله على ما أقول بدأ يتكلم والدمعة تسيل من عينيه. يقول لي: يا شيخ والله العظيم لا أستطيع أن أصف شيئا، فأردت أن أقطف فقالوا لي: لا هذا ليس لك، هذا ليس لك، هذا لعوام الناس، أما أنت فطعامك هناك. فأشاروا لي إلى السماء فجعلت أنظر إلى السماء فإذا فواكه متدلية ما رأيت مثلها أبدا. قال: فقلت: كيف أصل إليها مشيرا بيدي فإذا هي قد تنزلت عند يدي، فأكلت منها قطعة فما أن ذقتها حتى استفقت من حلاوة طعمها، فاستفقت لأحدث زوجتي فإذا زوجتي تقول لي:
ما أطيب رائحة فمك، ما شممت كرائحتها من قبل قط. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة.